السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في كويزين غيتا. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بألف خير. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم غادي نشارك معكم الطريقة باش خدمنا هاد الصابلي الأعراس. في الحقيقة كيجي زوين وسهل، درتو بواحد الطريقة اللي هي بسيطة وسهل في نفس الوقت، ولكن النتيجة كيف ما كتشوفوا كيجي راقي بزاف. يعني كنديروه في المناسبات بحال هكذا، خصوصا في الأعراس كما ذكرت كيجي راقي وكيجي زوين. والطريقة باش خدمناه بطريقه بسيطه وسهله يعني وفي المتناول. غير هنا حنايا خدمنا بعجينه السكر، يمكن لكم تعوضوها بعجينه الشوكولات. انا كنت خدمت يعني على ضيق الوقت، خدمت فقط باسهل ما يمكن لكم توجدوا. كنطيحوا في هذه المواقف، يعني كنقلبوا على الحاجه اللي هي سهله. اذا العجينه ديال السكر هي هذه، غادي نبدا الخدمه بها. كيف ما كتشوفوا انا هذه كناخذها من امازون، حيت شي اخوات كيقول لك عافاك شاركي معنا باش كتخدمي. تقريبا ما كاملاش 2 الاورو، فيها 250 غرام. اذا غادي ناخذوا المايزينا وغادي نطلقوا العجين ديال السكر دائما بين 2 بلاستيكات هكذا باش ما يتوسخ ليناش، يعني ساهله كيف ما غادي تشوفوا. لاحظوا معايا دائما ما نطلقوهاش بزاف تتطلق. هنا غادي ندير فيها هذا المرشم. هادشي كامل راه كيتباع في الاسواق طبعا في المغرب، وبالنسبه لينا حنا هنايا راه في امازون موجود، ولا علي اكسبريس طبعا راه فيه كلشي. دلاك عادي غادي نعاود نضغط. لاحظوا معايا باش تخرج ليا ديك الرشيمه اللي انايا بغيت تجيني في القلب. اذا بهذا الشكل غادي نعاود دائما. لاحظوا راه تندير البلاستيك الغذائي باش ما توسخ ليناش العجينه ديال السكر ديالنا. اذا بهذا الشكل ها هي الرشيمه، تنحاول نوضحها لكم. اذن هنا انا تعمدت ندير معكم هاد الطريقه اسهل كيف ما ذكرت ما يمكن لكم ديروا. اذن هذا هو المرشم باش قطعت الصابلي، هو هذا. هنا درتو بالمذاق ديال الحامض، يعني حكيت فيه قشور الحامض وسط الصابلي. العجين دائما نفس العجين، يعني اللي باش كنخدموا الصابلي دائما. اذن نفس الطابع باش قطعنا الصابلي غادي نقطعوا هاد القليبات ديال عجينه السكر. كيف ما ذكرت يمكن لكم تعوضوها بعجينه اللوز او لا عجينه الشوكولاط. اذا لاحظوا معايا كنحاول نقطع غير هذوك الطريفات اللي مرشومين عندي. اذا ساهل وكيجي راقي وكيجي زوين وكيصبر حتى يعني واخا يبقى عندكم، واخا يعني مع الحراره كتكون في المناسبات كما كيبقى هو هذاك. اذا دائما نفس العجين كيف ما ذكرت عجينه السكر، غير هنا درنا لها اللون الوردي. دائما يمكن لكم تبدلوا اللوينات. وغناخذ هذا المول اللي فيه وريضات وغادي نشكل بهذا الشكل. استعملت غير هاد الصغيوره علاش باش ندير 3. غندير وحده حدا وحده، غيجي المنظر ديالهم راقي وغيجي زوين. لاحظوا معايا اذا كنحيدهم بحال هكذا. اذا بهذا الشكل غادي نستمر وكنحط الوريضات ديالي. دائما هاد العمليه من الاحسن ديروها قبل عاد بداو كتقطعوا عجينه السكر ديالكم هكذا. توجدوا كميه بحال هكذا عاد تبداو كتفينيو الصابلي ديالكم. اذا لاحظوا معايا غادي ناخذ هنا الاسماء. طبعا هذا راه حتى هو متواجد لا في المغرب ولا هنا كيف ما ذكرت. كنكونوا الاسماء اللي حنا بغينا، ودائما راهم الاسماء كنخدموا بهم بالعكس، يعني تنكتبهم في الاتجاه المعاكس. وهذا الملون حتى هو كناخذوا نوعيه جيده باش ما كيخسر ليناش عجينه السكر ديالنا. حتى هو خديته من امازون، حتى هو الثمن ديالو ما غاليش. كندير غير واحد شي شويه في بلاستيك غذائي وكنوضع دوك الحروف اللي درت وكنورك على عجينه السكر هنا قبل ما نلصقها. اذا لاحظوا معايا دائما كيف ما قلت الاسم يكون مكتوب بالعكس باش ملي تنقلبوا نكتبوه كيجينا هو هذاك. اذا يمكن لكم نتوما تبدعوا ديروا في اي اشكال، يعني في اي شكل بغيتو، سواء مربع او لا قلب او لا. لاحظوا معايا هنا كتبنا فاتن، وغادي نكتبوا طبعا الاسم الاخر اللي هو كريم. كنقول لهم من هنا الله يسخر لكم، الله يكمل عليكم بالخير. اذن السميات تيجيو زوينين بزاف. وحاولوا تاخذوا هذا الملون، يعني اللي زوين. هذه الغبره اللي تناخذ انايا راه زوينه بزاف، كتباع في امازون وكدوز شحال، يعني راه الا خديتي قرعه تخدمي بها شحال، وفي نفس الوقت كتبقى لاصقه وما كتوسخ ليناش يعني الصابلي ديالنا ديال السكر اللي خدمنا. اذا كندير ناباج وكنلصق بهذا الشكل. كنوضع القليب ديالي اللي قطعت بالعجينه ديال السكر على الصابلي وكنثبتو وكنوضع عاوتاني شويه ديال الناباج.
ويمكن لكم هنايا ديروا غير الماء فاش تبغيو توضعوا هاد الوريضات، ديروا غير واحد شي شويه ديال الماء ووضعوا الوريضات ديالكم. لاحظوا معايا يمكن لكم ديروا جوج، انا درت 3 كيف ما شفتوا جا صابلي راقي. ولاحظوا معايا في البلاصه كيوجد هادشي علاش بغيت نشاركو معكم في الصراحه، مراحل بسيطه ولكن النتيجه كانت زوينه بزاف، وكيجي المنظر ديالو زوين. ومن ارقى الصابليات اللي يمكننا نحضروا في الاعراس هما هادو، كيجيو زوينين. شوفوا معايا الصابلي كيفاش جا، يعني غنبقى نستمر كيف ما ذكرت، كنحط عجينه السكر كنخدمها كامله، عاوتاني كنحط الوريضات كنخدمهم كاملين حتى كنكمل. لاحظوا معايا كتجي نتيجه زوينه وسهل. هذا هو المهم فيه كله، انه كيجي سهل وكيجي بسيط وما فيش مكونات كثيره كيف ما شفتوا. خصوصا انا تعمدت نخدم لكم بعجينه السكر، يعني اسرع ما يمكن لكم ديروا وكيصبر معنا يعني في الحراره كيبقى هو كما هو. وهنا طبعا حنايا في العرس راح غلفناه بالبلاستيك باش كيجي بحال الشكل، يعني شي كادو هكا، يعني كنحطوه كياخذوه الناس معاهم، كيجي زوين بزاف وكيجي راقي. كنتمنى يعجبكم هذا الصابلي طبعا. ودائما طريقه الحفظ بحال هاد الاشكال ديال الصابليات اللي فيهم عجينه السكر ولا عجينه اللوز، ولا دائما راحنا كنفرقوا بيناتهم بالالومنيوم من الاحسن. وهذا هما المراحل ديال الصابلي شاركتهم معكم. وفي الاخير كنقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.